اسمع معايا كده، عايز اسمعك حاجه بس ما اتكلم. ده صوت جمهور نادي الزمالك، مش اللعيب رقم 12، من اللعيب رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة، وكل اللعيبة في الملعب هو جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك اللي خلى فرقة الزمالك تتأهل من ماتش غريب، ماتش مريب، الواحد ما قدرش يطلع يتكلم بعدين من كتر انفعاله وصوته اللي راح في الاستاد. بجد انا لو هدي فلوس لحد واقول له اعمل لي فيلم عن نادي او عن فرقه كوره بتمر بموسم مزري وقدامها ماتش مصيري ومهم جدا، والفرقه دي المفروض تكسب من الماتش ده، عمره ما كان هيجي في باله السيناريو اللي حصل في الماتش ده. انا عارف ان الكلام متاخر، بس الواحد وقتها كان ضايع، واحد كان جاي من الاستاد ضايع، كانش قادر يتكلم. رعب، ناس في الاستاد كانت رعب، حاله نادي الزمالك في الماتش ده كانت رعب. زي ما في رعب تاني داير اليومين دول عن ارض اكتوبر، اللي الطعن بتاع نادي الزمالك اترفض وكان رأي الجمهور في الاستاد ما بين الشوطين واحد اتنين، ارض اكتوبر فين اللي هتحدد مدى انتقال نادي الزمالك من نقطة ألف لنقطة ب، هتحدد إلى أي مدى الزمالك هتطور في المستقبل، لأن المستقبل مخيف. ما يغركوش الموسم اللي احنا فيه ده، الموسم اللي احنا فيه ده استثنائي. هو الزمالك معودنا ان الاستثنائي بتاعه طبيعي، بس مش كل مره بتسلم الجره. الزمالك يفوز على توهو 2-1 باداء غريب. اسهل كلمه تتقال على اداء نادي الزمالك في الماتش ده او بعض اللعيبه، اداء غريب. ماتش هربان من هوليوود بجد والله العظيم. ده ماتش خرجان يعني، خارج من تحت ايد المخرج بيتر ميمي مثلا، ولا حاجه كده. ما تجيش في خيال حد، ما تجيش في خيال حد ان الفيرود اللي انا منزله عشان يستعيد مستواه، او اللي بيلعب لي ماتش حلو كل 100 سنه، يضيع انفرادين كان ممكن الماتش من خلالهم يبقى 4-0 او 5-0 نادي الزمالك. خيال علمي عشان حارس المرمى بتاعي اللي كل مره بتجيله فرصه انه يثبت نفسه او يغير فكره الجمهور عنه، ياكد ان الجمهور كان عنده حق ان انت لا تصلح لنادي الزمالك، واحنا مش بنقسي عليه، ده الحقيقه. محمد صبحي، انت ادائك في الملعب مرعب، مرعب لجمهورك. كل كرة بتطلع من رجلك غريبة بالنسبة لنا، كل لمسة منك مرعبة لينا، كل تفكير او اي قرار بتاخده في الملعب يا متأخر يا بتخلي الجمهور كله يحط ايده على قلبه من تهورك. رسالة يعني الجهاز الفني نادي الزمالك، اتمنى ان صبحي ما يلعبش لاخر الموسم. اتمنى عواد اللي واخد موقف ومش عايز وما يلعبش لاخر الموسم. لو هلعب بناشئين، انا عارف ان الموسم مش مستحمل، بس كده كده خربانه. وطالما ربنا موفقنا يبقى ان شاء الله ربنا يوفقنا، طالما احنا واخدين القرار الصح، الاتنين دول ما يلعبوش تاني نادي الزمالك. حاجه تانية، ليه قائمه منتخب مصر تطلع قبل مباراه الزمالك؟ حد فيكم سأل نفسه ليه؟ اقول لك انا ليه. اقول لك ليه، عشان صبحي اللي بينضم دايما ما ينضمش فيقدم اداء غريب زي اللي احنا شفناه النهارده. اقول لك ليه، عشان محمد اسماعيل يمكن اداؤه الفني يتاثر، بس الحمد لله كان راجل النهارده. اقول لك ليه، عشان ممكن احبط محمد ابراهيم باك رايت بتاع نادي الزمالك، واخد محمد هاني اللي جمهور نادي نفسهم بيشتموه. اقول لك ليه، عشان واحد زي محمد شحاته يجيله صدمه ان هو واحد محسوب من رجاله حسام حسن ما يروحش المنتخب. اقول لك ليه وليه 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 وليه، واقعد قول ليه من هنا للصبح. قائمه المنتخب نازله قبل ماتش الزمالك زي ما معتمد جمال قال، لانهيار النفسي للاعيبه نادي الزمالك. بس قدر الله ما شاء فعل، ان ربنا شاء ان الفرقه دي تكسب، شاء ان الجمهور دوت يروح مبسوط ومتعايد عليه مرتين. مره من النادي الاهلي امبارح اللي ربنا يكتر من ازماته ويكتر من بلاويه ويكتر من فرحنا ويكتر من اهدافنا وفوزنا وفرحتنا ولمتنا في المدرج، اللي بنروح بمزاجنا، بندفع تمن التذكره من جيبنا
مش بناخدها دعوات زي ما الناس بتقول، مش ما عندناش مجلس إدارة بيطلع يشحتنا. عشان كده جمهور نادي الزمالك هو لا ينافس أحد في مصر. وأي حد هيعمل ترتيب أو مين يتسهل أحسن جمهور، السؤال في حد ذاته غلط. جمهور الزمالك لا يقارن، لا يساوى، لا يدرج في أي قائمة تخص الجماهير في مصر. نادي الزمالك بجماهيره انفرد بمكانه مش هتتكرر تاني. ومش الموسم ده، نادي الزمالك على مدار مواسمه وهو جمهور رقم واحد. مش قادر لله جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الاسماعيلي دايما موجودين ودايما في منافسه من الثلاث جماهير، بس انا بكلمك الاكثر استمراريه هو جمهور نادي الزمالك بسبب عشقه لنادي الزمالك. رساله تانية بقى للجزيري، انت فلتت يعني ان انت خدت قرار زي ده. اي نعم انت واخد قرار بسبب تقريبا معايد في واكل شارب نايم مش نايم في حاجه غلط، فان انت تاخد قرار تقف جون قرار جريء، بس اتمنى ما تكرروش تاني يا جزيري. نيجي بقى لاحسن حاجه في قائمه منتخب مصر، هو انضمام ناصر منسي، انضمام القلب الابيض، انضمام الروح، انضمام النيه الصافيه، انضمام الاجتهاد، انضمام التطور، انضمام الاحق لمنتخب مصر. ناصر منسي هو احسن فيرود مصر موجود في مصر. ناصر منسي هو الاحق بانه يبقى فيرود بديل لمصطفى محمد، اللي نتمنى ان هو يلعب اصلا مع حسام حسن. يا رب ما يلعبش عليه تريزيجيه ولا يلعب عليه حد غريب. ناصر منسي هتفضل قصه تروى على مدار التاريخ، ان لعيب كان بين زي ما بيقولوا رجل بره ورجل جوه، واصبح دلوقتي هو فيرود منتخب مصر ولاعيب دولي والاساسي في نادي الزمالك. نحب بس نقول الزمالك متصدر الدوري، الزمالك في نص نهائي الكونفدرالية، الزمالك خرج من كاس مصر فعل فاعل، الزمالك عنده 13 ايقاف من التعاقد، الزمالك معهوش فلوس يدي مرتبات، الزمالك ما عندوش الا جمهوره. جمهور الزمالك واحد بس، خليك فاكر ان احنا ما بننافسش حد، احنا بننافس نفسينا. سلام.